اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعنا لكم بوصفه جديده من وصفات نواعم العيد السهله جدا اللي مفيش اسهل منها، اللي هي الغريبه. الغريبه بتتكون من 3 مكونات: دقيق، سمنه، سكر بودره. طبعا الدقيق اهم حاجه يكون دقيق نوعيه كويسه. انا النهارده عملت كميه كبيره، عملت 2 كيلو دقيق، حطيت عليهم كيلو سمنه، وحطيت نص كيلو سكر. طبعا انتي ممكن تعملي الكميه اللي تحتاجيها، يعني ممكن تقللي الكميه الكيلو نص كيلو حسب ما انتي عايزه. طبعا اول حاجه السمنه المفروض تبقى ساقعه، يعني انا استعجلت عليها وعملتها كده، بس برضو ادت نتيجه كويسه، يعني ما كانتش وحشه. بس هي المفضل يعني تبقى ايه، طالعه من التلاجة. طبعا بالمضرب، او مضرب كهربائي او يدوي، ايدك، المتوفر عندك عجان، يعني اي حاجه انت عايزه تعملي بيها اعملي بيها. طبعا ضربت السكر والسمنه لغايه ما ودوني النتيجه الكريمي دي. دي سنبله الفرات، انا بستخدمه بقالي 3 سنين، كويس معايا جدا. اديله نخله كده. وطبعا يعني الغريبه ما بتحتاجش شغل كتير، يعني هو الشغل كله بس في التكوير بتاعها، يعني مش اكتر ولا اقل. اول كيلو دقيق معايا هنخله كله، واديله تقليبه بسيطه. طبعا ما ننساش ذره الملح، حاجه بسيطه. يعني حاجه اقل حاجه في المعلقه المعياريه. السمسم ده بقى يعني ايه اللي تفضلي، انا بحب السمسم مع الغريبه، بتديلها نكهه وطعم جميل جدا. طبعا لو مش عايزه تحطيه مفيش مشكله. هديهم تقليبه مع بعض. اول كيلو دقيق. وطبعا المكسرات برضو المتوفره عندك. لو مش متوفر مكسرات ولا اي حاجه، ممكن نستخدم اي نوع مربى بس تكون كريمي، يا اما تضربيها ضربه ناعمه عشان تبقى ايه تديكي نتيجه كويسه. تاني كيلو انا مش هحطه كله، طبعا هحط الكميه اللي السمنه اللي السوائل بتاعتي يعني هتاخدها. بصراحة يعني الكيلو التاني اتفضل منه بالظبط ربع كيلو. انا وزنته لقيت الباقي ربع كيلو، انا بستخدم كيلوهات. انت طبعا عايزة تستخدمي بالكوباية، ممكن لو انت مثلا هتعملي 4 كوبايات دقيق، تحط عليهم كوبايتين سمنة، كوباية سكر. لو هتستخدمي بالكيلو زي ما انا عملت كده، يبقى كيلو الدقيق بنحط له نص كيلو سمنة، ربع كيلو سكر. انا هقلبها تقليبه خفيفه كده وهحطها في التلاجة. هسيبها نص ساعه وبعدين هرجع اشكلها. التشكيل او يعني الحركه دي المفروض يعني مش تحكمي على الغريبه دلوقتي، اللي هي يعني انت شايفاها مفروله، هي مش مفروله ولا حاجه، هي العجينه مظبوطه جدا. بس اهم حاجه وانتي بتكوري الغريبه، تاخديها بين ايدك كده وتدلكيها تدليكه كويسه. لقيتيها مش بتشقق معاكي، يبقى العجينه كده تمام. لو لقيتيها بتشقق، ممكن تضربي مثلا معلقتين سمنه ولا حاجه وتحطي على الدقيق. لا بس هو يعني ايه، انا بفضل يعني تعملي الاول بس، تجربي تجربه ان انت تعملي 2 أو 3 كده على ايدك وتحطيها في الفرن. بقت كويسه معاكي، كملي شغل. لقيتيها ناشفه او حاجه، ممكن تحطي لها سمنه كمان. بس هي يعني النتيجه معايا كانت جميله جدا، حتى يعني كانت ناعمه زياده عن اللزوم، كانت بتبصم. والناس بقى اللي بقى بتعمل بقى ما بتبصمش معاهم والكلام بيستخدموا لها بيض، وانا طبعا ما بحبوش. اللي عايز يحط، اللي هو ما بيحبش مثلا الغريبه تبصم معاه او كده يعني. لكن انا لما بشكلها على ايدي هي كده كانت تمام معايا قوي، وكانت ناعمه جدا وما خدتش بصراحه وقت معايا. طبعا الفرن انا كنت مولعاه، لان الصاج اللي بيخلص بيدخل على طول
الفرن. ممكن تحطيه في التلاجة شويه عادي، مفيش اي مشكله. بس انا بقى عشان كان معايا كميه كبيره فكنت بسوي على طول. الصاج اللي بيخلص بحطه في الفرن على طول. الفرن الحراره المفروض يعني تكون 160، علشان الغريبه ما بتحتاجش نار عاليه، بس لازم تولعي الفرن قبلها، لان مش ينفع ان انتي تولعي الفرن وتحطي فيه الغريبه على طول، هتسيح منك. لازم تولعي الفرن تسخنيه وتكون درجه الحراره 160 هادي، وبعدين تحطي الصاج بتاعك. المكسرات بقى دي يعني المتاحه عندك. انا كان عندي شوكليت شيبس حطيتها، طبعا يعني هي صغيره، انا كنت عايزه الحجم الكبير بس مش لاقيه. الخرز ده انا ما بفضلوش بصراحه، بس عندي بنتي الصغيره بتحبه. ممكن سوداني، اي حاجه موجوده عندك، لوز الموجود يعني متوفر يعني. طبعا انا عملت كذا صاج، كان الكميه طبعا كبيره زي ما انتم شايفين. هخلصها كلها. وديت بقى التجويفه ديت علشان بحط فيها مربى، او ممكن تحط فيها شوكولاته. ممكن تسيح شوكولاته وتحطيها فيها، بتديك برضو نتيجه كويسه، بتبقى كويسه قوي معاكي. هخلص السجون طبعا كلها كده بنفس الشكل ده واسويهم. طبعا الغريبه ناعمه جدا. طبعا اللون دوت المفضل عندي. انت حباها بيضه ممكن تطلعيها بدري شويه، هي اخدت معايا حوالي 12 دقيقه. بسويها كلها بنفس الدرجه ديت. الصفار ده طبعا من لون الزبده. لو انت عايزاها لونها ابيض بتبقى بالزبده اللي هي الجاموسي. وطبعا كده الكميه كلها بحطها في علبه زي ما انتم شايفين كده. نسيت اقول لكم يا بنات، الغريبه بنعرف ان هي استوت ازاي. بنحرك الصاج في الفرن، لو الغريبه اتحركت معانا يبقى هي كده استوت. ما اتحركتش بتسيبيها دقيقتين كمان. اول ما تطلعيها من الفرن طبعا تسيبيها على جنب لغايه ما تبرد خالص، وبعدين نحطها في العلب. لو الوصفة عجبتكم ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات الوصفة عجبتكم ولا لأ. واستنوني في فيديو جديد من نواعم العيد. وديت المربى بشكلها كده بنفس الطريقة ديت. مع السلامة.